في الجو البرد ده محتاجين نعمل أكلة تدفينا، فلو مكسلة تعملي أكل وفي نفس الوقت عايزة حاجة سهلة وسريعة واقتصادية، الأكلة دي حرفيا ما بتاخدش أكتر من نص ساعة. هنعمل النهاردة طاجن لسان عصفور، إنما إيه حكاية. بس قبل ما نبتدي الوصفة، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي بسنت الألفي. أتمنى إن انتوا تتابعوني، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبتدي الوصفة. انا هعمل الطاجن ده بالكبد والقوانص، لو حابه تستبدليه بلحمه مفيش مشكله خالص، برضه هيبقى نفس الطعم. اول حاجه هنجيب حله نحط فيها قطعه من الزبده او السمنه، ونقطع عليها بصلايه صغيره قطع، وبعدين ننزل فيها الكبد والقوانص. اي كميه بقى، يعني ممكن ربع كيلو نص كيلو حسب الكميه اللي انت هتعمليها، مفيش مشكله. احنا بنغسل الكبده كويس جدا، وطبعا بنغسل القنصه وبنشيل الدهنه اللي موجوده فيها، وعلشان نشيل الزفاره منها كده بنقعها في ميه بدقيق وملح. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان الدقيق بيشيل الزفاره جدا من الفراخ واللحوم والسمك وكل الكلام ده، فبننقعها لمده ساعه كده عشان نطلع الزفاره منها. وبعدين بنبتدي نشوح الكبده بتاعتنا مع البصله والسمنه، ونضيف عليها رشه من السبع بهارات ورشه من الفلفل الاسود، ونكمل تشويح الكبده. هنفضل بقى نقلب فيها لغاية ما تاخد اللون اللي هو بتاع التشويح ده، وبعدين نضيف عليها ملح. بنضيف ملح عادي قبل ما تكمل سواها، هو بالطبع اصلا الكبد والقوانص ما بتاخدش سوا قوي. اهم حاجة ان احنا نفضل نقلب فيها لغاية ما تاخد لون، وبعد ما تتشوح بنغطيها بقى ونوطي عليها البوتاجاز ونسيبها كده تستوي براحتها خالص. هي بتستوي بتنزل ميتها وبتاخد سواها منها فيها، ولغاية بقى ما الكبد والقوانص بتاعتنا تستوي هنبتدي نجهز لسان عصفور. طبعا هنحط قطعة سمنة، وياريت تكون سمنة بلدي عشان بتفرق جدا في الطعم. هنحط فيها كمية لسان العصفور اللي انا هعملها، وعشان نقدر نحدد الكمية اللي احنا هنعاير بيها لسان العصفور هنجيب الصينية او الطاجن اللي احنا هنعمل فيه لسان العصفور، ونحط فيه ده لسان العصفور. اهم حاجة ما يكون يا دوبك جايب النص او اقل من النص شوية، لان لسان العصفور لما بيتحط عليه الشوربة وبيستوي بينفش وبيكتر، فلازم طبعا نديله مساحة للسوا. هنفضل بقى نقلب في لسان العصفور بتاعنا لغاية ما ياخد اللون الذهبي الجميل، ولغاية بقى ما لسان العصفور بتاعي بيتحمر بتكون الكبد والقوانص بتاعتي استوت، لان هي ما بتاخدش اصلا سوا. طبعا احنا ممكن نعمل الكبد القوانص دي وناكلها كده بعيش مع بطاطس محمرة، بتبقى برضو خطيرة. هننزل بقى لسان العصفور بتاعنا في الطاجن اللي احنا هنسويه فيه. اهم حاجه ما نركنهوش بعد ما نحمره، لان الحاجات دي لما بتفضل كده في الطاسه اللي اتحمرت فيها بتغمق، فاحنا محتاجين نبقى يعني في سرعه كده شويه، ننزله في الطاجن كده وهو سخن، ونحط عليه الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين الحاجه سخنه ومطلعه دخان. فهنفضي عليه كميه الكبد والقوانص بتاعتي كلها. طبعا واحنا بنجهز كل ده ياريت يكون عندنا شوربه في التلاجة، ولو ما عندناش ممكن نجهز شويه ميه عليها مكعب ماجي وملح وفلفل، هتغني عن برضو الشوربه بتاعتنا. طبعا واحنا بنحمر لسان العصفور بنحط الشوربة بتاعتنا بتغلي على النار، عشان هننزلها على لسان العصفور سخنة بتغلي. هنحط بقى الشوربة ونحطها في الفرن على صاجة البوتاجاز كده من تحت، مع متابعة مستمرة. يعني لو حسينا ان لسان العصفور لسه ما استويش ومحتاجين ان احنا نزوده شوربة بنزوده شوربة عادي تاني، وهو بيستوي مفيش مشكلة. اهم حاجة ان احنا نغطي الطاجن بتاعنا كويس بأي غطا، علشان هي عاملة زي الرز والمكرونة كده بتحتاج ان هي تتغطى. اهم حاجه ان احنا لازم بعد 10 دقايق نبتدي نبص عليه، عشان هنلاقي لسان العصفور بدأ ينفش، وفي نفس الوقت ممكن يكون محتاج شوربه، فبنزود له كده كبشتين شوربه هيكمل سواه عادي ويبقى جميل جدا كده. الوصفه بتاعتنا خلصت، اتمنى انها تعجبكم وتجربوها وتشاركوني في تعليقاتكم اذا كانت ظبطت معاكم ولا لا. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير، واتمنى ان انتوا تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك وتعملوا لي متابعه على اليوتيوب. اقابلكم الفيديو الجاي بوصفه